محمد، إمم، كنت عايزة أخد رأيك في حاجة. إيه؟ هي التضحية ممكن تبوظ علاقة؟ تبوّظ علاقة؟ مهم. طيب بُصّي، هاقول لِك على حاجة جامدة أوي، أي حاجة هنعملها مُفرطة تبوّظ أي حاجة، يعني أي سلوك لو أنت ما وازنتش فيه أو أي حاجة ما عملتهاش باتزان هتبوّظ العلاقة، ولكن التضحية هي لو اتعملت بشكل مُفرط تعالي نبُص للأبعاد بتاعتها ممكن تبقى عاملة إزاي. خلّيني أقول لِك على حاجة كده، تعالي نتخيّل كده تخيُّل أو تصوُّر مجازي إن أم عندها طفل صغير. وهنا أنا دايمًا باضرب المثال ده حتى في المحاضرات بتاعتي، الأم دي ابنها ده بيزن منين ما يطلب أي حاجة هي بتقول له خلاص ماشي وتروح تجيبها له، سواء معاها فلوس معاهاش فلوس بتنزل تجيبها له، إيه اللي هيحصل في الطفل ده؟ مم. هيبدأ يفهم إن الزن وسيلة إقناع هايلة، هو مش هيفهم إن الزن ده بيجيب صداع وهي عايزة ترتاح، لأ هي مقنعة، باعيّط، بازن، باصرّخ، فهيبدأ يحس إن اللي بيعمله ده واللي هي بتوفره له ده حق مكتسب، كبر شوية هيبدأ يعيش معاكِ حياة اللي هي ليه سميكة دي. لو نجحت هاتي لي عجلة، لو نجحت هاتي لي بلاي ستيشن، خلاص ما كل حاجة بقت ريتس ميكانيكي. كبر شوية هيبدأ يطوّل حسّه أو هيعلّي حسّه عليكِ، هيبدأ يزعّق، هيبدأ يتخانق معاكِ، لإن هو بيبدأ يحس بالاستقلال، عايز يحس بالحرية، صح كده؟ تعالي بقى نتخيل إن هو كبر شوية، هيبدأ يفهم إن ما أنتِ بتطلّعي لقمة من بُقِّك عشان خاطر هو يشبع، فأنتِ عمّالة تضحّي في العلاقة دي، ودايمًا قاعدة بتاخدي له قرارات، دايمًا قاعدة خايفة عليه أكتر من نَفْسه. يعني ممكن تقولي له إيه لازم تنجح ولازم تذاكر وتقعدي تدّي له معزّزات من وهو صغير، لو نجحت هاجيب لك كذا، لو نجحت في من الحياة كده، يعني حتى مصلحتي أنتِ كمان خايفة عليها، فإيه اللي حصل؟ طلّعتِ واحد أناني من غير ما تاخدي بالِك، يعني لو فرضنا إن ليه أخ تاني، الأخ ده ماشي جنب الحيط بيصلّي بيصوم عارف ربنا عارف كل حاجة، هتلاقي الأم دي مركّزة أكتر مع الشخص اللي بيدمّر نَفْسه وبتزعل عليه أكتر ما بتفرح للتاني، صح كده؟ فهي عاشت تعبانة ضغط وسُكّر، التاني فِهِم إن هو أناني، بسبب إن هي بتضحّي طلّعت واحد ممكن يكون أناني ما بيفكّرش غير في نَفْسه. سيبِك من ده، بسبب التضحية أهو بتوصّل لحاجة عاملة إزاي. تعالي بقى ناخُد الشخص ده أو تعالي ناخُد ده في علاقة تانية، اتنين بيحبّوا بعض. الشخص اللي اتنين بيحبّوا بعض ده، لو في بنت أنا هاتكلّم بقى عن البنت هنا لإن هي أكتر حاجة ممكن تكون بتضحّي. البنت اللي هي بتبقى فرحانة بالعلاقة دي، مبسوطة جدًا، عايزة تثبت إن هي أحسن واحدة في الدنيا وإن ما ينفعش تتقارن بحد وإن ما فيش زيّها اتنين. فدي في العلاقة دي بتعمل إيه؟ ممكن تضحّي عشان خاطر اللي قدّامها، لو طلب منها حاجة هتعملها له، لو عايز أي حاجة هتبدأ توفّرها له، لدرجة إن ممكن يبقى مجهود بدني وذهني ونفسي عليها، هي مضغوطة، بس عايزة تسعده، عايزة تبيّن له إن ما فيش أحسن منها. إيه اللي حصل بعد كده؟ الشخص التاني اللي في العلاقة دي أو الطرف التاني بدأ يحس إن ده حق مُكتسب. لو هي بعد كده بعد فترة بدأت تشعر إن ده ضغط وload عليها وإن هي مش قادرة تكمّل في حاجة زي كده، لمّا بمجرّد بس ما تحاول تقول له أنا مش قادرة أنتِ اتغيّرتِ، أنتِ ما بقيتيش زي الأول، أنتِ ما بقيتيش بتحبّيني، كل أنواع الضغط اللي ممكن يستخدمها عشان يرجّعها تاني تعمل اللي كانت بتعمله في الأول، صح والّا غلط؟ صح. طيب عاشت بتضحّي والّا لأ؟ مهم. بسبب إن هي ما عرفتش حدودها النفسية عاملة إزاي، بسبب إن هي ما قدرتش توازن ما بين الأمور. هل الشخص اللي قدّامي ده ينفع أو بيضحّي زي ما أنا باضحّي والّا لأ؟ تعالي بقى نروح لحتّة تانية ممكن تكون بتدور في ذهن الناس، اللي هي بقى طب ما هو حجم التضحية مش زي بعضه أو مش متساوي، ما فيش مقياس، ما فيش وحدة قياس تقدر تقول ده بيضحي بقد إيه، لإن كل واحد لمّا بييجي يضحي بيبقى شايف إن هو بيضحي بحاجة كبيرة بالنسبة له، ما لهاش قياس. المقياس العام هل الراجل ده بيتنازل عشان نكمّل العلاقة دي والّا لأ؟ ما بيتنازلش وأنتِ بس اللي عمّالة تضحي دي أنانية، وفي نفس الوقت أنتِ بتيجي على نفسِك، وفي نفس الوقت العلاقة دي هتبوظ، ولو كمّلتِ فيها بالشكل ده مش هتبقي متطمنة، وهتبقي تعبانة، ومش هتعرفي تكمّلي، وهتعيشي دايمًا مضغوطة لدرجة إن هييجي عليكِ وقت بعد كده تقولي أنا عايشة عشان خاطر عيالي، مهم. ودي من أكتر الحاجات اللي ممكن تكون مؤذية ليكِ فيما بعد قدّام. مهم. عايز أسألِك بقى أنتِ سؤال، هل التضحية المفرطة دي بتدمّر العلاقة والّا لأ؟